لو عايزين تعرفوا أحلى طريقة لعمل المكرونة بصوص البولونيز، تعالوا أقول لكم بنعملها إزاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هاعمل لكم وصفة جميلة في الأصل طليانو طبعًا أو إيطالي، لكن هي ومن المطبخ الكلاسيك طبعًا إيطالي. الوصفة بتاعتنا النهارده هتبقى عبارة عن مكرونة بالإيطاليانو راجو ألا بولونيز، وببساطة شديدة جدًا يعني هتبقى مكرونة بصوص البولونيز. المكرونه بصوص البولونيز هتتكون معانا من مكرونه فوتوتشينو، لان الطليان دايما بيعملوها مع المكرونه الشرايط، سواء شرايط صغيره زي الفوتوتشينو او شرايط اعرض من كده. معانا كمان نص كيلو لحم مفروم، 5 6 فصوص توم، ملح، فلفل اسود، سكر، بابريكا، ورق لورا، معجون طماطم، بالاضافه الى زعتر فريش او ريحان. هنستخدم شويه من هنا وشويه من هنا ان شاء الله مفيش مشاكل. معانا طماطم كريهات، وانا بفضل الطماطم الكريهات عن الطماطم المبشوره، ومعانا جزر برضو كريهات، انا بفضل التقطيع الكريهات عن المبشور في الصوص بتاع البولونيز. وعلى فكره كل ما صغرت التقطيعه كل ما ده بقى اجدى واحسن في الصوص بتاعنا النهارده. معانا بصل كريهات صغيره، ومعانا جبنه شيدر دي مكان الجبنه البارميزان، ومعانا زيت زيتون. ونبتدي وصفتنا مع بعض. وقبل ما نبتدي الوصفه يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وتعملوا لنا فولو على الانستجرام والفيسبوك. ويلا بينا نبتدي حلقتنا مع بعض. الاول كده حله على النار، ونحط شويه زيت زيتون كده، حوالي معلقتين مثلا 3. بس يسخن الزيت هنبتدي نحط المكونات بتاعتنا. على بال ما يسخن الزيت بتاعنا، بس نقول لكم ان الصوص البولونيز ابتدى اول ما ابتدى في مدينه بولونيا، وده الاشتقاق بتاعه من اسم مدينه بولونيا. كده الزيت ابتدى يقول معانا، نبتدي نحط البصل بتاعنا ونقلب فيه تقليب كويس كده لغايه بس ما تتبخر منه الميه بتاعته شويه. ناس كتير بتعملها زي اللحمه المعصجه، وده مش صح خالص. احنا بنحط الخضار الاول وبعد كده بنحط اللحمه، ومش بالضروره خالص تبقى متعصجه، اللحمه تبقى بتاعتنا عاديه. ممكن نحط التوم بعد البصل على طول لو كنا متاكدين ان احنا مش هيلسع مننا ابدا، لانه التوم لو لسع بيبوظ مننا، لو لسع شويه في الصوص ده بيبوظ مننا طعم الصوص. نقدر نحط التوم دلوقتي اهوت في النص كده شويه، ريحته بس تطلع كده، ونيجي مقلبين كل المكونات او كل التوم مع البصل على طول مع بعضه. المفروض انه يكون فيه من الخضار الناقص، لان ده انا فعلا قعدت نزلت مخصوص النهارده عشان اجيبه، رغم انه ما بيخلصش ابدا من عندي، لكن للاسف كان خلص. حاولت اجيبه كتير النهارده، للاسف برضو ما لقيتش. الكرفس الفرنساوي، عروق الكرفس مش الكرفس، وبتتقطع برضو صغير زي البصله كده واقل كمان. نبتدي نحط الجزر، وطبعا ده بكميات كبيره، الخضار بيبقى كميات كبيره. بعد ما يغلي كويس كده نسيبه على نار هاديه مسافه طويله، كل ما قعد في السوا بيبقى احسن. الطليان زمان كانوا بيسووه في اكتر من 6 7 ساعات. في النص كده بنسيب حته فاضيه، بنعمل حته فاضيه وننزل فيها اللحمه شويه صغيرين كده بس تلون. الاكله دي طبعا اقتصاديه، لان احنا ممكن نعمل بيها اكل كتير. زي ما حضراتكم شايفين كده اللحمه بقت مع الخضار متجانسه وزي الفل.
برضو نقدر نعمل حفرة في قعر الحلة كده شوية، ونبتدي نحط معجون الطماطم. ونبتدي نخلط كل خضارنا مع معجون الطماطم كده، حاجة زي الفل. بسم الله ما شاء الله. نبتدي ندخل بالطماطم بتاعتنا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله تبارك الله. طب الذمة فيها أجمل من كده؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الحلاوة دي؟ بعد ما نظبط حالنا كده والدنيا تبقى تمام، نديها ميتها أو بيون لحمة، ونخليها على نار هادية تستوي بقى ساعتين ونص، 3 4، نار هادية خالص، ونسيبها براحتها. معانا كده معلقة صغيرة فلفل اسود، بما ان احنا حاطين طماطم يبقى نحط نص معلقة صغيرة سكر عشان يعادل الحموضة بتاعت الطماطم. بابريكا تديها لون حلو برضو تستي معاها. اللهم صل على النبي. 10 على 10 والله. شوية بولونيز يعني يستاهلوا بقكم. ورقتين لورا حلوين كده، كفاية قوي. الروايح ابتدت تهفهف جامد جدا، يا ريتكم معانا دلوقتي تشموا معايا الروايح الحلوة دي. بسم الله ما شاء الله، حاجة زي الفل. ندخل بقى بكوبايتين مية أو كوباية ونص، هنشوف دلوقتي مع بعض. طبعا المية دي مية بتغلي، يعني احنا مش حاطين مية باردة من الحنفية، لا احنا حاطين مية بتغلي. بسم الله ما شاء الله، حاجة زي الفل. ان شاء الله هيعجبكم جدا. ونبتدي دلوقتي بقى نغطي عليه ونهدي النار عليه لانه بيغلي كويس اهو معانا. كده زي الفل. نبتدي نهدي النار عليه يستوي على راحته، ياخد وقته وياخد راحته. طبعا كل ما زادت فترة التسوية والنار اهدى هيبقى احسن. وبعد ما قرب صوص البولونيز يستوي كده على نار هادية، دخل دلوقتي في ساعتين ونص 3، هبتدي اسلق المكرونة عشان نجهز نفسينا لتفنيش الطبق بتاعنا. المية بتاعتنا كده نحط عليها شوية ملح، يعني نص معلقة كده خفيفة، وبرضو معلقة زيت صغيرة كده عشان المكرونة دي يعني هنغرفها على طول، هنطلع من النار ونغرف على طول. فعشان كده حطينا كمية زيت صغيرة كده عشان تبقى ماشية معانا زي الفل. ودي المكرونة بتاعتنا، نبتدي نحطها في الحلة كده، نضمن انها غطسانة كويس قوي، ونحركها كام تحريكة كده. وطبعا المكرونة انتوا عارفين انها ما بتقعدش في السوا اكتر 7 8 دقايق بالكتير، 10 دقايق. هنقفل عليها ومن شوية للتانية هنقلبها تقليبة كده خفيفة. وبعد ما الصوص البولونيز اخد راحته كده واستوى تمام على نار هاديه، اخد معانا بتاع 3 ساعات 3 ساعات ونص، نبتدي دلوقتي نغرف طبق المكرونه بتاعنا. ده طبعا
الصوص البولونيز زي ما حضراتكم شايفين كده، القوام بتاعه زي الفل وحاجه محترمه قوي، وبصراحه يعني الريحه طالعه ما اقولكش، حاجه جميله جدا جدا جدا، والقوام بتاعه زي الفل، بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا لو قابلتنا ورقه لورا ولا حاجه بنشيلها. نبتدي ناخد كده شويه مكرونه، زي ما حضراتكم شايفين. كده زي الفل. شوية جبنة كده بدل الجبنة البارميزان، حطينا شوية جبنة شيدر وممكن تركي او جبنة رومي حسب ما بتسموها في بلدكم، ايا كان انتوا بتسموها ايه. طبعا لو في عود ريحان هيبقى احلى، لكن انا هحط زعتر فريش. وبكده حضراتكم نكون عملنا لكم صوص ايطاليانو راجو الا بولونيز، او بالبساطه بتاعتنا صوص البولونيز، مكرونه بصوص البولونيز. وبالهنا والشفا ان شاء الله. يا ريت تجربوها وتكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا فولو على الفيسبوك والانستجرام. وسلام.